السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي مع بعض وصفات العيد. كل سنة وانتم طيبين. والنهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كحك العيد الناعم الدايب على اصوله، وهقولك ازاي الكحك يطلع معاكي مظبوط جدا. بس عايزاكي في الاول تتابع معايا الفيديو، وما تنسيش تحط اللايك يا ست الكل، فضلا وليس امرا. وتعالي نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف المقادير وطريقة التحضير. اول حاجة هجهز الحشوات علشان لما اخلص العجينة اشتغل فيها على طول. انا هحشي الكحك بحشوة التمر والملبن. لحشوة الملبن هحتاج ربع كيلو ملبن، معلقة كبيرة سمنة، معلقة كبيرة سمسم، رشة بسيطة ريحة كحك. ممكن تستبدليه بمعلقة كبيرة روح الموز، بيدي للكحك طعم في منتهى الجمال. هعجن الملبن بالسمنة كويس لحد لما يبقى عجينة في ايدي، وهضيف عليه السمسم وريحة الكحك وهخلطهم كويس مع الملبن، وهشكله لكور صغيرة. ولحشوة التمر هحتاج 200 جرام تمر او عجوة، معلقة كبيرة سمنة، رشة بسيطة ريحة كحك. هعجنهم مع بعض كويس وهشكلهم لكور صغيرة. وبكده الحشوات معايا جاهزة، هدخلهم التلاجة لحد لما احضر عجينة الكحك. لعمل عجينة الكحك هحتاج كيلو دقيق، كوبايتين ونص سمنة، معلقة كبيرة خميرة، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، رشة ملح، ربع كوباية لبن، 3/4 كوباية مية، 3 معالق كبار سكر بودر، معلقة صغيرة ريحة الكحك، معلقة كبيرة سمسم. هسيب لكم المقادير ان شاء الله مكتوبة في صندوق الوصف تحت الفيديو. هضيف الحليب والسكر البودر على المية وهقلبهم مع بعض كويس وهسيبهم على جنب. وفي طبق كبير هنخل الدقيق الاول قبل ما اضيف عليه باقي المكونات. هضيف عليه الخميرة والبيكنج باودر ورشة ملح والسمسم وريحة الكحك، وما تزوديش ريحة الكحك علشان ما يغمقش لون الكحك. هقلبهم الاول مع بعض كويس، وهضيف السمنة بعد كده على طول من التلاجة. انا بحب اعمل الكحك على البارد علشان بيكون مفهوش حمو، وبيكون ريحة السمنة حلوة قوي فيه. هفرك السمنة في الدقيق بالشكل ده، اعمل خليط رملي من الدقيق والسمنة لحد لما اتأكد ان كل حباية من حبيبات الدقيق اتغلفت كويس بالسمنة. نيجي بقى لأهم سر من أسرار نجاح الكحك. لازم نبس الدقيق بالسمنة كويس جدا. هعجن كويس لحد لما يتحول من خليط رملي لخليط متماسك وناعم. هتحسي ان العجينة ناعمة ومش محتاجة لسوائل، بس هنعجن فيها لمدة 5 دقايق. هضيف كوباية السائل على فترات ومش هعجن، هلم العجينة بالشكل ده. هي العجينة هتشرب السائل كله، وكل ما هتزودي السائل
كل ما هينشف معاكي. كوباية سائل 200 ملي كفاية جدا. شايفين العجينة ما شاء الله حلوة جدا. ازاي اعرف ان العجينة تمام معايا؟ لما اخد حتة من العجينة واكورها في ايدي واضغط عليها ما تشققش معايا. طب لو شققت نعمل ايه؟ نضيف معلقة صغيرة من السمنة ونجرب مرة تانية. هغطيها واسيبها تستريح لمدة 10 دقايق. انا مش بخمر الكحك، انا بريحه بس لمدة 10 دقايق. دلوقتي هشكل الكحك. هاخد قطعة صغيرة من العجينة وهكورها واعمل لها تجويف واحشيها بالملبن او التمر، وبقفل كويس على الحشوة علشان اتأكد ان الحشوة مش هتخرج منها وهي في الفرن. هبططها كده بالراحة، وكل ما تكون الكحكة صغيرة كل ما تكون احلى. انا بحب انقش الكحك بالمنقاش. النقش ده بيفكرنا بايام زمان واحنا بنعمل الكحك مع جيراننا وحبايبنا. انقشيها باي شكل انتي عايزاه، بس لو عندك بصامة الكحك استخدميها، وخاصة لو بتعملي كمية كبيرة. ياريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش يحط اللايك علشان هو اللي بيرفع معايا الفيديو، ويشترك في القناة فضلا وليس امرا علشان القناة تكبر بيكم بإذن الله. وبرصه في الصينية وبيدخل فرن ساخن مسبقا على حرارة 160 لو الفرن عندك حامي. اما لو الفرن ضعيف بيكون على حرارة 180. خد معايا بالظبط في الفرن 20 دقيقة. شايفين قد ايه حلو؟ وبلاش تحركوه اول ما يخرج من الفرن، على طول سيبوه لحد لما يبرد خالص، ورشوا عليه السكر البودر قبل التقديم. الكحك ناعم ودايب جدا ومتماسك، وفي نفس الوقت محتفظ بالنقشة بتاعته، والتسوية مظبوطة من تحت ومن فوق. الكحك ما بنفتحش عليه الشواية خالص. تحفة ما شاء الله تبارك الرحمن. الكحكة هشة مش مكتومة وطعمه في منتهى الجمال. استعملوا نوع سمنة يكون كويس علشان الكحك يطلع معاكوا حلو. هرش عليه السكر البودر وهقدمه في طبق التقديم. وده الكحك بحشوة التمر، جميل جدا ما شاء الله. بتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم، وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، واشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.